اللي كتبان لي واخدين الجزائريين هذا كاينه واحد سوء تفاهم. حنا كاملين بعدا كنبقاو عرب وحنا جيران، حنا كنحبوا الجزائريين اصلا لدرجه ان كتشوف مثلا الاغلبيه ديال لي سيدي اللي كيتمشاو هنايا في المغرب الراي كنسمعوا ليه بزاف، كيسمعوا الكبير كيسمعوا الصغير، يعني مغنيين جزائريين اصلا كاملين. مرحبا بهم عندنا في المغرب، يعني من طنجه للقويره، فهمتي؟ ما عندنا حتى شي مشكل، ما زعما الحدود ما كايناش بيناتنا، ولا زعما غادي نبداو نشوفوا احنا كنكرهوا الجزائريين. حنا بالعكس، اختي انا بعدا شخصيا صغيره كتحماق على الجزائر، كتشوف تصاور في الانترنت وكتقول باغا نزور الجزائر وباغا نمشي للجزائر. حنا كعائله ملي كيجيو الجزائر عندنا كنرحبوا بهم، وحتى حنا ملي كنمشيو عندهم راه كيرحبوا بينا. انا كتبان لي هذه سياسه من الاحسن انهم يلقاو شي حل باش حنا كشعب مغربي وهما كشعب جزائري ما تبقاش ديك الكراهيه. ايوا هذوك مرحبا بهم عندنا، حنا مرحبا بهم عندنا. واخا دوك الجزائر نديروا لهم مشاكل انهم كيقولوا لهم عندنا الجنسيه الى هذه، كيتملقوا للملك كيتملقوا لهذه. لا ما تيتملقوش الملك، حيت الملك كيتعامل معهم معامله مزيانه، بينما هما ذاك الرئيس ديالهم ما تيتعاملش مع هاد المغنيين ديالهم. كون كان كيتعامل معهم معامله مزيانه ما يجيش عندنا حنا. الفنانين اللي عبروا هذاك الشعب ديالهم من المغرب راه شافوا بعينيهم وعرفوا البلاد كيديروا، عرفوا الناس كيديرين، بلا الشعب المغربي بلا راه مضياف في العالم كامل. والجزائريين راه ما عندناش معاهم المشكل، راه حنا عرب وخوت ونبقاو دائما خوت. غير هذوك اللي مسؤولين الله يهدي المسؤولين ديالهم ماشي ديالنا حنا، المسؤولين ديالهم هما بغاو يبقاو ديما بوحدهم، بغاو يبقاو راك فهمتيني بلا ما ندخلوا في السياسه، بلا ما ندخلوا في داك الشيء. الفنانين الجزائريين راه خوتنا وتنبغيوهم، والشعب الجزائري راه هو المغربي. حنا كمغاربه الجزائريين خوتنا، وحنا كاين الجزائريين كاين المغاربه مرحبا بهم عندنا، وحنا راه ديما مرحبين بهم وترحبي بهم باكثر. كل واحد والراي ديالو، هما الراي ديالهم هكاك وحنا الراي ديالنا، حنا مرحبين بهم بزاف. زعما كاينه مرحبا بهم في بلادهم الثاني، ومرحبا بجميع الجزائر، خوتنا الجزائريين مرحبا بهم يجيو. وحتى حنا كنتمنوا ان شاء الله تفتح الحدود ونوليو ندخلوا الجزائر وهما يجيو عندنا. زعما صراحه تقال حنا خوت كنبقاو مسلمين. زعما المشاكل اللي كيكون السياسيه حنا خارجين عليها، حنا كمواطنين خارجين صراحه، خارجين على هذه المشاكل كامل. هما خوتنا وحنا خوتهم، وحنا مزوجين منهم وهما مزوجين منا، عادي. لا ما عندناش مشكل مع الجزائريين، حنا كاع خوت. والفنانين اللي عبروا على انهم مع المغرب ما عندناش مشكل، حنا الحمد لله كنا خوت وحنا ما عندناش مشكل، وهذا الشيء ما خصوش يبقى، وحنا كاع خوت. بالنسبه لي انا شخصيا كنظن على ان الفنان بصفه عامه خصو يكون يونيفرسال، يعني يكون كوني، يحب جميع الشعوب ويحب، خاص تكون عنده نظره ضيقه. اذا هاد الناس هادو اللي تضايقوا حيت هاد الفنانه هادو جاوا المغرب وشكروا المغرب وعاشوا اجواء مزيانه في المغرب، الناس اللي انتقدوهم يعني عندهم نظره ضيقه للاشياء. هذاك تيبقى راي خاص وراي عام بالنسبه للفنانين الجزائريين. بالعكس كلهم كنحبوهم، كلهم كنبغيوهم كاملين. اغلبيه الفنانه كاع الاغاني اللي كنصنتوا لهم حنا اغلبيه الفنانه ديالهم جزائريين، يعني بالعكس خاص يكون هذا شرف حتى الجزائر، ويكونوا فرحانين بالفنانه ديالهم اللي تنحبوهم حنا كمغاربه. علاش نضلنا ينتقدوهم؟ بالعكس هذا يكون شرف ليهم هما قبل ما يكون شرف لينا حنا نصنتوا لهم. لا خصهمش ينتقدوا على هذه الفكره. بالنسبه للجزائريين ينتقدوا الفنانه الجزائريين ديالهم هما حين تعبروا على الفن، على الحب ديالهم للمغرب. الحمد لله حنا كنحبهم، وكنحب بالنسبه لينا كنحب الفنانه الجزائريين كما حتى هما كيحبوا الفنانه المغاربه ديالنا. لا ما خصهمش يديروا بحال هذا القرار، خصوش يكون باش ما خصوش يكون بحال هذا القرار، حنا كنا مغاربه. نفس السياق مشاهدينا الكرام، أجمع عدد من الجزائريين على ضرورة منع الشاب خالد من دخول الجزائر ومنعه من إقامة أي حفل فني داخل الوطن، وهذا بعد تصريحاته الأخيرة التي أصر فيها هو الآخر على استفزاز الجزائريين وافتخاره بالجنسية المغربية. باسكو هذه البلاد ماتوا عليها الشهداء، وإلا كان عنده بلاد واحده أخرى يروح، ما كان لهنا الشهرة تاعو، الشهرة طيح كإنسان يخلص كما يقولوا يهضر هضره على الوطن هذا، عجل راه هضر اون جينيرال. يا خويا الا نفعته المروك يروح، نعم بو الشهره تاعو. الجزائر اللي طلعته بفضل المواطنين وبفضل المحبين ليه، هما اللي طلعوه. دوك ما بين عشيه وضحاها نشوفوا باللي الشاب خالد
يقول باللي انا انتمي الى مروك، على بالنا باللي عنده دوبل ناسيوناليتي. من الجزائر هي اللي طلعتك وهي اللي صنعت منك، وكيما طلعتك انت تنجم الجزائر تصنع شاب خالد واحد اخر وامثالك، وهذه بلاد تاع 1.5 مليون شهيد. بائع ضميرهم وبائع هويتهم وبائع تاريخهم وشعبهم، لذا نقول لهم تهيئوا واعتدلوا في ضمائركم وارجعوها حية، لأن الشعب الجزائري ومجاهديه وثورته لن يكمن في الشاب خالد أو فضيل إلى غير ذلك، بل يكمن في الهوية الوطنية والجزائريين الأحرار. جميع إنسان أو ناكر أصله يا خويا بينه وبين الاخر، بصح يا خو ما حنا ما نسحقوا حتى واحد، وماذا بينا ما يسشي يحط رجلو في هذه البلاد، هكذا ما يسشي يحط رجلو في هذه البلاد. خاش الجزائر كبيره وعريضه، وعندنا ناسنا، عندنا مطربين، وعندنا ما يخصنا والو، وعندنا لي بلاج، وعندنا الشاب.